السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تقرري تاكلي كفتة الحاتي يبقى من مطبخك وبس، لكن تاكليها من بره تكلفتها كام واللحمة الله اعلم فيها ايه، الله اعلم. تعالى اقولك بقى ازاي تعملي الكفتة بالظبط بالظبط واحلى من بره. لما يبقى عندك حتة لحمة سمينة يبقى لازم تعمليها كفتة، يعني كل ما الدهن يزيد كل ما هتاكلوا اطعم واحلى حتة كفتة. يلا حباب قلبي ندخل على الطريقة. معايا هنا بصلة كبيرة كده مفرومة كويس جدا، هبدأ انزل اعصرها كويس جدا من المية. افصل المية بقى عن التفل بتاع البصل خالص، عشان طبعا المية بتاعة البصل هتخلي اللحمة تفك مننا. اشيل بقى المية بتاعة البصل دي في بولة صغيرة كده، وهقول لكم هنعمل بها ايه دلوقتي. هنزل معايا بكيلو من اللحمة المفروم. كيلو اللحمة المفروم ده مفرومة عند الجزار مرتين على بعض. طبعا بضيف لي ربع كيلو من اللية او ربع كيلو من الدوش. هفرم اللية كويس قوي، وهنضيف معانا هنا بهارات الكفتة، وهنضيف معانا فلفل اسمر وملح وشوية من البهارات، وطبعا معلقتين من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبضيف اللية زي ما انتوا شفتوها فرمتها كويس قوي قوي، بس نعمت معانا قوي في الفرم. وبعد كده بفضل اعجن في اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عجن كويس جدا جدا لحد ما سمخ الكفتة قوي. وبنزل معايا هنا بعودين من البقدونس، باخد الورق بتاعهم بس. وهبدأ بعد كده افرم الخليط ده مرة تانية في الكبة. كفتة الحاتي ما بيضيفوش لها اي حاجة خالص، زي ما قلت لكم ملح وفلفل اسمر وشوية من البهارات، وبضيف عليها هي بس معلقة من النشا ومعلقة بيكنج باودر بس. خلاص. باخد مية البصل زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده، بضيف لها شوية من البابريكا وشوية من الزيت ورشة من الملح. وبعد كده هبدأ اصبع الكفتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تعملوا دخنة للحمة وتغطوها وتسيبوها ترتاح نص ساعة. زي ما انتوا شايفين اللحمة متسمغة معاكم عشان الصباع يكون مأستك معاكم وما يفكش ولا يقطع منكم. هصبع كمية الكفتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص كل الكمية معايا. وهبدأ بعد كده ادخلها الفرن. تقدروا بقى تسووها على النار في الجريل برضو كده، تقدروا تسووها مثلا على الشواية، تقدروا مثلا تسووها في الفرن زي ما انتوا حابين. هتدخل الفرن بصوا بتطلع ما شاء الله اللهم بارك. الكفتة زي ما انتوا شايفين جوسي جدا من جوه ما شاء الله، ومنزله كل البهاريز بتاعتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الكفتة طعمها حلو جدا جدا وراحتها خطيرة جدا، مش هتقدروا تفرقوها عن بتاعة الحاتي بره تماما. زي ما قلت لكم ما بتضافش ليها اي حاجة. كفتة الحاتي بتكون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بس. بصوا البهاريز بتاعتها دي انا برضو هنزلها عليها، وتقدروا تنزلوا شويه البهاريز دي لو عندكم شويه رز بسمتي عاملينها جنبها كده، تنزلوهم على الرز بتبقى خطيره جدا. شوفوا ما شاء الله، جربوا بقى طريقه الكفته بطريقتي انا، ما شاء الله اللهم بارك تحفه جدا، ومفرغه من جوه وطعمها حلو جدا وجوسي كمان وزي العسل. يلا حبايب قلبي جربوا الوصفه دي، ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ولايك وشير كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.